السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرب فريق الأهلي السابق ريني فايلر طبعا طلع على ام بي سي مصر في سبق صحفي أو سبق إعلامي لإبراهيم فايق. استضافه في تحليل مباراة الأهلي والعين على هامش المباراة دي. بيحلل وبيتكلم، فطبعا سألوا الأسئلة اللي كل الأهلاوية والمصريين كانوا بيسألوها، هو مشي ليه والكلام ده كله. فتصريحاته كانت كالتالي: اول حاجه في جمله قالها فايلر بتوضح ازاي هو كان مدرب دماغه مختلفه، وفعلا الاهلاويه كانوا زعلانين عليه لانه كان بيلعب كوره الى حد ما كوره فيها ضغط عالي، وكمان بتلعب كوره مباشره دايما بتركز ان انت تجيب هدف واثنين وثلاثه واربعه. مدرب رينير فايرال بيتكلم بيقول ان هو ما بيحبش اسلوب الاستحواذ اللي عمال على بطال او الممل، لانه طبعا ما بيساعدش الجمهور، انما الاستحواذ لهدف ان انا اوصل للجون باقصر طريق هو ده الاستحواذ اللي انا عايزه. وبيتكلم ان هو بيفضل اللعب المباشر على المرمى لتحقيق انتصارات باهداف ونتائج كبيره. يعني هو كمان بيحب يفوز 3 و4-0، ما بيحبش يفوز 1-0 بالعافيه. فايلر ترجم الكلام ده على ارض الواقع، وكان من اكثر المدربين اللي كان بيتعاملوا مع الاستحواذ على انه كان وسيله مش غايه. دي مدرسه مختلفه عن مدربين كتير اتعامل معاهم الاهلي. كمان فايلر صرح وقال: انا ما قلتش اللي عايز يكسب على طول يلعب بلاي ستيشن، الكلام تم ترجمته بطريقه خاطئه ومش مظبوطه. انا قلت في ناس عايزه تبقى مدربين، والتدريب على ارض الواقع بجد صعب ومختلف، وفي المستوى ده من الفرق مش زي ما انت قاعد بتلعب بلاي ستيشن، انما وضع صعب جدا. طبعا ده كان في احد التصريحات الصحفيه او الرد، وكان اتهاجم بسببه برضه بسبب ان هو اترجم خطأ او ما تفهمش القصد بتاعه. من افضل تصريحات فايلر اول حاجه بيقول ان هو زعلان ان هو ترك النادي الاهلي، لكن كان غصب عنه بسبب فتره كورونا، وكانت الظروف صعبه ان هو يقدر يستمر بعيد عن بلده واسرته. وكمان تصريح قوي جدا منه بيوضح قد ايه عظمه الاهلي مش من ادارته ولا لعيبته، عظمه الاهلي بجمهوره. فايلر بيقول: عمري ما شفت شغف وعشق لنادي زي اللي عند جمهور الاهلي. مفيش فريق عنده جمهور بالعظمه والقوه دي الا ويبقى فريق قوي جدا وعالي. برضو كان اتسأل على موضوع طبعا مباراة اليوم اللي هي اهم حاجة، مباراة العين والاهلي، وقال ان هي هتبقى مباراة صعبة جدا على الاهلي وعلى العين، ولكن العين هتبقى المباراة اصعب بكتير جدا، لان اللي بيواجه الاهلي في عقر داره قدام الجماهير الشغوفة دي، جماهير النادي الاهلي، بيلاقي صعوبة كبيرة جدا ان هو يفوز على الاهلي في استاد الرعب، استاد القاهرة.